السلام عليكم يا شباب. طريقة تعمل بيها اي جرافيك انت عايزه مع اي فريمات، وده هيكون بأداة سريعة هتغنيك عن الجليتش او اي طريقة تانية. الجرافيك عندي دلوقتي سموز و90 فريم، هقولك ازاي تغيرها HDR او الترا HDR، ونفس الكلام الفريمات 90 او 120. وحاول تكمل الفيديو للاخر لان في حاجة مهمة هوضحها، وطبعا الموضوع ده للمحاكي بس. ولو عايز تعملها في الموبايل عندك برنامج زي GFX، ابقى حمله وغير الجرافيك والFPS زي ما تحب، لكن خلي بالك لان الفريمات والجرافيك الزيادة غلط على المعالج والبطارية. ونرجع تاني للمحاكي. في الاول من اعدادات المحاكي افتح الانجن، بعدين هتحدد ال ADB debugging، بعد كده روح على الجيم والفريمات اعملها ديفولت. وفي الجرافيكس لو انت عايز السما يكون لونها ازرق اعملها HD، لكن لو مش فارق معاك خليها اوتوماتيك. واللي مخليني اعملها اوتوماتيك ان انا امكانياتي متوسطه، فانت لو اللعبه عندك مش احسن حاجه خليها اوتوماتيك. وبرضه استنى الايام الجايه بجهز فيديو للمحاكي ان شاء الله يخلي لك اللعبه طلقه. تعالى بقى لتحميل اداه الجرافيك. افتح جوجل واكتب MK PUBG موبايل تول، بعدين اختار اول موقع ودوس على علامه الداونلود اللي في نص الشاشه تحت. دوس هنا على اللينك الاول هتلاقيها حملت معاك، وانا مش محتاجها لان انا محملها. بعد ما تتحمل هتلاقيها بالشكل ده وهتعمل لها اكستراكت. تمام كده الاداة فتحت معانا، ولازم تبقى فاتح اللعبة وانت بتستخدمها. وهنا هتدوس على كونكت وهتستنى كام ثانيه. ممكن يجيب لك هنا ريستارت جيم لوب اند تراي اجين، غالبا بتحصل لو اول مره تستخدم البرنامج. كل اللي عليك بس هتقفل اللعبه وتفتحها وتدوس على كونكت. بعد ما تدوس على كونكت البرنامج هيقرا الجرافيك اللي عندك وهيفتح بالشكل ده. وبس حدد الجرافيك اللي انت عايزه سواء HDR او الترا HDR، وتحت حدد الفريمات 120 او 90. انا بحددها 90 لان انا شاشتي 60 وكسرها ل 65، فبستفاد بفرق الخمسه. وهنا بقى حدد ستايل اللعبه ودوس على سبميت، بس هتلاقي اللعبه رستارت معاك. واقفل البرنامج مش محتاجينه، وعادي ما تمسحوش، خليه علشان لو حبيت تغير الجرافيك بيه اي وقت. وتابع علشان في حاجه مهمه هوضحها لك. بعد ما تفتح اللعبة هتلاقي الجرافيك اللي انت حددته اتعمل. الفريمات ظاهرة هنا على 40 لكنها فعليا بتكون زي ما انت حددتها بره. والحاجة اللي كنت عايز اتكلم عنها هي الفي سينك. انا فاتح الفي سينك عندي فهو قافل لي فريمات اللعبة على هرتز الشاشة، مع اني محدد اللعبة 90 فريم، لكن الفي سينك خلالي 65 علشان ما يحصلش تقطيع. فبما ان شاشتي 65 انا ما ينفعش اخلي اللعبة 90، ولو خليت اللعبة 90 بيحصل تقطيع بيخلي اللعبة ولا 20 فريم. ولو شاشتك اعلى من 60 وتحت ال 90 فبقى خلي اللعبة 90 فريم وفعل الفي سينك زي عندي. يعني لو شاشتك 75 هرتز ابقى خلي اللعبة 90 فريم وافتح الفي سينك. وبرده ما تنساش لو اي حاجة وقفت معاك ابعت لي على الديسكورد او في التعليقات، وانا ان شاء الله مش هتأخر. ويلا اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم. قلبي. لا لا انا مت فتحت ولف. يا Enemies ahead. انا ماسك عارف. ايه ده؟ لا 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 مت. Enemies ahead. هما فين يا احمد مرة؟ عليا لو وقعت يا احمد انا مرة هدايا تقريبا. وده لا ايه ده ايه ده ده بايظ ده. انا بهيل. هدف موتو.